ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل غريبه بطريقه سهله جدا ومقادير مظبوطه ومضمونه طبعا، ولا هتفرش معاكي ولا تنشف ولا اي حاجه. ان شاء الله هقول لكم على كل التفاصيل بمنتهى البساطه وتطلع معاكم احلى غريبه. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا كوبايه سمنه ساقعه من التلاجة، يعني بعايرها كده في الكوبايه المعياريه وبدخلها التلاجة علشان تسقع وتبقى بدرجة حرارة التلاجة. هحط عليها نص كوباية سكر بودرة، وهحط عليها على طول الدقيق عندي كوبايتين. والمقادير دي من احسن المقادير اللي تعملي بيها الغريبة، مظبوطة جدا ولا تفرش معاكي ولا تعضم ولا يحصل لها اي حاجة خالص، ولا تحطي بياض بيض ولا تحطي عليها اي حاجة خالص تاني. هضرب المقادير دي كده مع بعض بالعجان او بالمضرب الكهرباء، مفيش مشكلة خالص. هضربهم على طول مع بعض كده من غير ما اضرب السمنة والسكر ولا اي حاجة. الطريقة دي اتعلمتها من الشيف احمد القاضي، وبصراحة ما بعملش الغريبة غير بيها، ولا بتشقق ولا بتبصم ولا بيحصل لها اي حاجة خالص. والطريقة سهلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، يعني في 10 دقايق بجد هتكوني مخلصة الغريبة، مفيش فيها مشكلة خالص. هفضل اضرب فيها كده لحد ما الدقيق يختلط كويس جدا جدا ويتغلف بالسمنة. وما تخافوش ابدا من الضرب علشان هي ما فيهاش اي سوائل، فمهما ضربت فيها مش هيحصل لها اي حاجة ولا يبقى ليها عرق ولا اي حاجة. هضرب كده بالمضرب الكهرباء شوية، وبعد كده هسيبه على جنب وهخلطها بايديا. المرحلة دي مهمة جدا للغريبة عشان تنجح معاكي، ان الدقيق يتغلف كويس جدا بالسمنة. كده هنشيل المضرب وبعد كده هلمها بايدي، هتلاقوها بتتلم معاكم بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مستخدمة سمنة بلدي عشان الغريبة، يعني سمنة بلدي يعني النباتي بصراحة مش هتدي احسن طعم فيها، لكن طبعا هي تنفع وكل حاجة، بس البلدي مفيش اجمل منها بالذات في الغريبة. بخدمها بايدي كده بالشكل ده، وبعد كده بشتغل فيها على طول. لو عايزة تريحيها شوية ريحيها، بس احنا طبعا مش حاطين فيها بيض ولا اي حاجة علشان نريحها يعني، فعلى طول انا هشتغل فيها. هكورها بقى بالمقاس اللي انا عايزاه، سواء كبيرة او صغيرة زي ما تحبوا. الصينية معايا هنا مقاس 30، هي عملت الصينية وما شاء الله كان المقدار حلو جدا. لو عايزة بقى تضعفي المقادير برضو مفيش مشكلة. هخلص الكمية كلها بنفس الشكل كده، وبعد كده بدخلها الفرن على درجة حرارة 160. بتاخد في الفرن حوالي 15 دقيقة، وبعد كده بتطلع معاكي زي ما شفتيها في اول الفيديو كده. الارضية بتاعتها بيضة مش ملونة، وناعمة وجميلة جدا، مش معضمة ولا ناشفة ولا اي حاجة، ولا بتفرش معاكي ولا اي حاجة خالص. انا بس بعملها كده حاجة بسيطة بصبعي كده، عشان عايزة احط عليها شوكليت شيبس يكون شكلها كده جديد. هحط على شوية مكسرات وشوية شوكليت شيبس من باب التجديد يعني، لكن طبعا ممكن تسيبيها سادة، وممكن تحطي عليها اللي هي اللولي الفضي ده، بس انا ما بحبوش بصراحة. ممكن تحطي بقى لوز بندق زي ما تحبي. هخلصها كلها بنفس الشكل كده، وبعد كده دخلتها الفرن وخدت ربع ساعة وطلعتها بالشكل ده. الأرضية بتاعتها بيضة خالص وجميلة، ما بتبصمش معانا ولا فرشت ولا عضمت ولا أي حاجة. يا رب تجربوها وتعجبكم إن شاء الله. هستنى رأيكم في التعليقات، وأتمنى تشوفوا بقية الحاجات بتاعة العيد بإذن الله تعجبكم، وأشوفكم على خير.